2026. دلوقتي بقى السنة الجديدة داخلة علينا إن شاء الله بخير وسلامة. كله بيجهز أجنداته وبيجهز أقلامه علشان يعملوا الخطة للسنة الجديدة، وهنبدأ بقى نحط الأهداف بتاعتنا ونحط الإنجازات اللي احنا عايزين نعملها في السنة الجديدة إن شاء الله، ونعمل بلانر كامل باللي احنا عايزين نحققه. خلينا نتكلم مع بعض بصراحة. كم مرة بدأتي تخطيط وتجهيز وجهزتي كل حاجة وعملت خطة السنة الجديدة وحطيتي فيها كل الأهداف اللي انت عملتيها وكنت متحمسة جدا ومتشجعة، وبعد كام يوم كل حاجة رجعت مكانها؟ النوتة اتركنت، الشغف قل، أو نقول أخد أجازة، ورجعت ريمة لعادتها القديمة على رأي المثل يعني، ونبدأ نرجع نقول هبدأ بكرة، اللي بالمناسبة عمره ما بيجي بكرة ده اللي احنا عايزين نبدأ فيه. موضوع الحلقة قوي جدا، صلي بينا على النبي بقى في التعليقات، واخبط اللايك الجميل واشتركي معايا في القناة، ويلا بينا. عايزة أقولك يا صاحبتي في الله أو يا أختي في الله إن الوقت مش بيستنى حد، وإن الكسل والتأجيل هم أعداء الإنجاز وأعداء النجاح برضو، وكل يوم بيضيع منك هو جزء من حياتك، جزء من عمرك، أو نقول إن هو عمرك أصلا اللي كل يوم بيتحاش منه جزء أو بيتحاش منه يوم. فاهمة إزاي؟ وأكيد مش راجع تاني، وإن أي حاجة هتعمليها النهاردة حتى لو كانت بسيطة أقوى بكتير من 1000 خطة بتعمليها من غير تنفيذ. الحلقة النهاردة مش كلام نظري، دي خطة عملية لحياة أكتر إنتاجية وتركيز. معلش، هنتعلم مع بعض إزاي تحولي كل أسبوع لفرصة تحققي فيها حاجات كتير، فرصة إنجاز بجد، وإزاي تتحكمي في وقتك بدل ما هو اللي بيتحكم فيكي، وإزاي تخلي كل يوم خطوة فعلية ناحية أهدافك. هتكتشفي معايا إن القوة مش في الحماس أو التشجيع كده اللي بيجيلك مرة واحدة وتلاقيه ماشي بعد شوية، ولكن في الانضباط اللي هيكمل معاك الطريق مهما كانت العقبات. هقولك على أدوات بسيطة ولكن قوية جدا، وعادات صغيرة جدا ولكن تأثيرها كبير. هخليكي تدخلي السنة بعقلية جديدة، تخلي كل تحدي هو فرصة عشان تنجحي، وأي حاجة صعبة هتقابلك هو درس ليكي. وهعلمك ازاي تقيسي تقدمك، وازاي تتجاوزي أي انتكاسة تحصلك بسرعة، وبرضه ازاي تحتفلي بأي إنجاز انت عملتيه وتبدأي تشحني طاقتك من جديد. كل جزء من الحلقة هيخليكي تتشجعي علشان تتحركي لقدام. يلا بقى دلوقتي القرار قرارك، ركزي معايا وابدأي معايا بقى الشغل اللي على جد. وقبل ما نبدأ عايزاكي تفوقي نفسك بكلمتين. عايزة تفضلي واقفة بين التسويف وانك تحققي حاجة، ولا تبدأي رحلة بجد، رحلة تقدري تطلعي منها محققة حاجات كتير انت عايزاها؟ لأن اللي هقوله لك ده مش خطة سنة واحدة، ده طريق تعيشي بيه حياتك كلها بقوة ووضوح. وافتكري ان كل خطوة هتعمليها النهاردة هي بتبني مستقبلك بعدين، والله كل لحظة بتضيع مش هترجع تاني. ان شاء الله الفيديو ده يكون نقطة التحول اللي انت مستنياها تحصل في حياتك. نبدأ على بركة الله. اول حاجة، ليه بنفشل في خطط السنة؟ يعني ليه كل سنة بنقعد كده نحدد اهداف وخطط وبنفشل ان احنا نحقق منها حاجة او نعمل منها حاجة اصلا؟ ده سؤال عايزاكي تسأليه لنفسك وتجاوبي عليه بصراحة. يعني ايه الحاجات اللي بتعطلك؟ ايه الحاجات اللي تخليكي ما بتنفذيش الاهداف اللي انت بتكتبيها؟ عايزة اقولك احنا مش بنفشل علشان احنا ضعاف، احنا بنفشل لان خططنا اطول من اللازم. يعني سنة كاملة بتبقى عاملة زي البحر، بنرمي فيها احلام ونرمي فيها اهداف، وبننسى ان احنا نتحرك علشان نعملها، وبنكون اصلا مقتنعين لا لسه بدري، ده احنا لسه في اول السنة، ده احنا لسه فاضل فيها كتير. ونفضل بقى عايشين في زي ما بيقولوا كده ايه، في الطراوة، لحد ما بنلاقي الايام اتسرسبت والسنة خلصت اصلا واحنا ما عملناش اي حاجة. انا واثقة ان كل سنة انت بتتحمسي وبيبقى الحماس عندك نار، نفضل نكتب اهدافنا ونبقى متحمسين والاحلام شغالة في دماغنا، وياه على الطاقة اللي احنا بنكون فيها. واحنا بنكتب بنكون فاكرين ان الحماس والطاقة دي هيكونوا مستمرين معانا يوميا لحد نهاية اخر السنة اللي احنا هنكون حققنا فيها الاهداف دي. ولكن الحقيقة القاسية ان احنا بنعمل عكس كده، الحماس بس بيبقى معانا في تحديد الاهداف وكتابتها، وبقية السنة ما بنعملش حاجة. سمعت جملة عظيمة جدا بتقول ان الحماس ده عامل زي النار، لو ملقاش حطب يومي يترمي فيه
علشان يبدأ يكون النار تزيد هو بيطفي لوحديه، وبنرجع لنفس المكان وكأن مفيش حاجة حصلت. لأن السنة طويلة جدا، فأنت بتاخدي إحساس بالأمان إن لسه بدري، وده طبعا إحساس كاذب، اللي هو ارتاح النهاردة السنة لسه في أولها. ودي بتكون أول حاجة في سلمة الفشل، إن أول تأجيل صغير أما يتحول معانا العادة، وأول عادة بتتحول معانا لنظام حياة كامل. وفجأة بتلاقي إن انتي وصلت النص السنة، وإن السنة فاضلها شهرين 3 ويلا انطلقي ويلا غيري حياتك في شهر السنة خلصت وانتي قاعدة مكانك يا ماما. انتي مش محتاجة سنين وأيام طويلة، انتي بس محتاجة وقت قصير تعملي فيه حاجة يحسسك بالإنجاز كل يوم. الناس مش بتفشل لأن أهدافها كبيرة، ولكن بيفشلوا لأنهم الطريق قدامهم مش واضح، كاتبين هدف ولكن مش حاطين له خطوات تنفيذ. علشان كده النهاردة هنتكلم عن استراتيجية ال12 أسبوع. وده عايزة أقولك يعني إن دي حاجة مش جاية تضيفلك فكرة جديدة أو معلومة جديدة جنب المعلومات المتركنة عندك، لا، ده نظام هتبدأي فيه معايا من النهاردة إن شاء الله. تبدأي تفوق لنفسك كده وتصحي من الغفلة اللي انت فيها، عشان انت المسؤولة قدام ربنا وقدام نفسك عن حياتك اللي انت سايباها تضيع على الفاضي. وعايزاكي تخلي الوقت اللي بيضيع منك ده حليفك مش مخدر ليكي. عايزاكي تخلي السنة دي عبارة عن 12 أسبوع مش 12 شهر. هتقولي لي 12 أسبوع إزاي يعني؟ وده اللي أنا هقولهولك النهاردة. فكرة ال 12 أسبوع ببساطة إن السنة مش 12 شهر، زي ما قلنا هنخليها 12 أسبوع بس. تخيلي معايا كده إن كل أسبوع ليه وزن كده، وكل يوم ليه قيمة، وكل لحظة معاكي محسوبة. دي الفكرة بكل بساطة، إنك بتعملي ضغط للزمن، بتضغطيه علشان تحطي نفسك في الوضع الحقيقي، يعني في سباق كده. بمعنى إنك تحطي نفسك في بيئة عمل، بيئة تحدي، بيئة شغل، سباق مفهوش تأجيل. ال 12 أسبوع مش طريقة تخطيط جديدة، دي طريقة تفكير جديدة كمان، بدل كلمة هعمل وبعدين وبكرة، وإن الفعل يبقى بالنسبة لك ضروري مش اختيار. الطريقة دي قائمة على 3 عمدان: هدف واضح، خطة بسيطة، تركيز شديد، مفيش زحمة، مفيش أي فوضى، ومفيش طبعا تأجيل أو تسويف. مفيش بقى إن نحط 20 هدف مع بعض ونقعد بقى نفكر أنا هعمل ده ولا هعمل ده، ويكونوا كده عاملين زي إيه، عارفين الجيش اللي ده واقف قصاد ده وبيتقاتلوا مع بعض وفي الآخر ما بتعمليش حاجة. نفس الفكرة بالظبط. انت هتختاري هدف أو 2 بالكتير وهتشتغلي عليهم. على رأي الحكمة اللي سمعتها زمان، القوة مش في عدد الضربات، القوة في دقة الضربة. لما تقصري السنة ل 12 أسبوع بس هتلاقي في فرق في نفسيتك، يعني هتلاقي كده ان اليوم عندك مهم، الساعة غالية انها تضيع منك، الساعة اللي هي في الوقت مش الساعة اللي بتلبسها في ايدك. ماشي، الدقيقة ليها قيمة عندك. يعني تخيلي كده انك انت كل 12 اسبوع كأنك بتبدأي سنة جديدة، بتحطي هدف جديد تشتغل عليه. دي الفكرة بالظبط اللي انا عايزة اوصلها لك، وعايزة اقولك والله ده اللي انت بالظبط محتاجاه علشان تنجزي في حياتك. لان الوقت الطويل زي ما قلتلك بيخدر، والوقت القصير بتحسي كده لا اني لازما انجز، لازما زي ما يكون وراكي كذا حاجه في اليوم كده، بتبقي عامله زي الصاروخ، بتعملي ده وتعملي ده وتحطي هنا وتسوي هنا، بتلاقي نفسك خلصتي. والله عارفين انا لما بيكون عندي مثلا عندي حاجات بسيطه في اليوم، بتلاقيني كده ايه بتلكع اعمل الحاجه اللي بتاخد مني 5 دقايق ممكن اعملها في ساعتين. والله بجد. ففعلا الوقت الطويل بيخدر، والوقت القصير ممكن تنجزي فيه مليون حاجه. ومع كل أسبوع من ال12 هتحسي إنك انت كده إيه في سبق صغير مع نفسك ناحية الهدف اللي انت حطاه. هتبطلي تقارني نفسك بحد، هتبدأي تقارني نفسك بنفسك. هتسألي أنا عملت إيه الأسبوع ده؟ اتقدمت في الخطوة الفلانية إن هي، يعني أقصد اتقدمت خطوة في الحاجة اللي انت حطاها. معلش الكلام دخل في بعضه، بس هتلاقي نفسك ملتزمة جدا بالحاجات اللي انت عملتيها ومش واقفة مكانك. لأن الخطة القصيرة الالتزام بيها بيكون أسهل، وبيكون الطريق واضح قدامك، وما عندكيش أي فرصة للفشل. الفشل إنك في التأجيل والتسويف والكلام ده كله اللي احنا بنعمله. ومع نهاية كل 12 أسبوع وتفتحي كده الإنجازات والحاجات اللي انت عملتيها، هتحسي بكمية فخر بنفسك وكمية سعادة. وده مش عشان انت عملتي معجزات أو الكلام ده كله، ولكن علشان عملتي
عملتي حاجة من الأهداف اللي انت بتركنيها كل مرة، وإنك اكتشفتي قوة التركيز، وده سر تحقيق الأهداف القريبة. طيب هيجي سؤال طبيعي كده في دماغك، إزاي أختار الهدف الصح؟ وإزاي أحدده وأخليه قابل للتحقيق؟ وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي، إن وضوح الهدف هو نص الطريق، وإن مش أي حاجة انت عايزاها كده شايفاها قدامك هي تبقى هدف. يعني مش كل حاجة شغلاكي تستاهل تدخل الخطة بتاعتك. ناس كتير بتضيع لأنها عايزة كل حاجة مرة واحدة، زي ما قلت لكم يكتبوا يطلع 20 هدف ومش بيعملوا منهم أي حاجة. ولكن الفئة الناجحة القليلة هم اللي بيركزوا على هدف واحد زي السهم كده ولازما يصيبوه. لما تختاري هدف واحد واضح أو 2 بالكتير، هتحسي كده بصفاء داخلي غريب. مش هتحسي بفوضى وكركبة ودماغك متشتتة هعمل ده ازاي وكيف وامتى وازاي، فاهمة ازاي؟ هتلاقي كل ده اختفى من دماغك أصلا. على رأي المثل، العين اللي بتجري ورا كل حاجة ما بتمسكش أي حاجة. علشان كده من الضروري يكون هدفك واضح، والوضوح هو اللي بيصنع نتائج. طيب علشان نحدد هدف دلوقتي، اسألي نفسك، ايه الحاجة اللي أنا لو حققتها خلال 12 أسبوع هيحصل تغيير في حياتي؟ هيجي طبعا أفكار وأهداف كتير في دماغك. اختاري أكتر هدف قابل للتحقيق في الفترة اللي انت فيها. يعني امسكي طرف الخيط، لأن الهدف الناجح هو هدف محدد قابل للقياس، قابل للتحقيق، مرتبط بوقت. أول ما هدفك بيكون واضح عقلك بيبدأ يشتغل عليه، تشوفي فرص ما كنتش شايفاها، تتجاهلي المشتتات اللي بتكون حواليكي اللي كانت بتسحبك من غير ما تحسي. يعني اليوم بيتحول معاكي من صفحة فاضية لخطوة محسوبة، هيكون معاكي عبارة عن لحظات إنجاز كل ثانية في يومك. طيب دلوقتي انت عرفتي هدفك بتاع ال 12 أسبوع اللي انت هتحققيه خلالهم، قلنا هدف واحد أو 2 بالكتير. طيب دلوقتي حددنا الهدف، نيجي بقى للشغل على الهدف. علشان الهدف ده يتحقق أو يكون واقع في حياتك لازم تعملي كل يوم أفعال واضحة ومتكررة، اللي هي العادات يعني كل هدف محتاج منك قائمة أفعال صغيرة بتكرريها كل يوم على مدار الأسبوع، خطوات بسيطة ولكنها ثابتة، لأن القوة في الاستمرارية. يعني علشان ترتبي العادة بتاعتك هتسألي نفسك هعمل ايه وامتى، وهعرف ازاي انا اتقدمت في الخطوة دي او في الهدف ده. وبناء على اجابتك هتعرفي تحددي ترتيب يومك هيمشي ازاي. الاهداف الكبيرة مش بتتعمل مرة واحدة، هي بتتبني خطوة خطوة، ومع نهاية كل اسبوع هتلاقي نفسك محققة انجاز يعني انت ما عملتوش قبل كده. وبالأخص في منهج ال 12 أسبوع ده انت مش بتستني آخر السنة علشان تشوفي انت عملت ايه أو حققت ايه من إنجازاتك. انت مع كل 12 أسبوع بتشوفي انت الحاجات اللي انت عملتيها ووصلت لها، بتشوفي التقدمات اللي انت حققتيها. اليوم بتاعك هو الحاجة الوحيدة اللي في ايدك دلوقتي، مش بكرة ولا الأسبوع اللي جاي. ونيجي هنا لنقطة إدارة الوقت. الوقت مش بيجري وراك، انت اللي بتجري من غير نظام. قسمي يومك لحاجات واضحة، بحيث يكون شامل حاجات كتير تعمليها خلال يومك، مثلا شغل، تتعلمي، ترتاحي، تركزي. وعايزة أقولك ساعة واحدة بس تكوني مركزة فيها أقوى بكتير من يوم كامل تكوني مشتتة فيه. لما تبدأي تنظمي وقتك هتحسي بالسيطرة عليه، ودي من أول خطوات الانضباط. يعني انت بتبدأي الأسبوع كده بكل تقلك، عارفة ومحددة ان في حاجات هتخلص النهاردة، وفي حاجات خلال الأسبوع ان شاء الله على نهاية الأسبوع هكون مخلصاها. ومع نهاية كل أسبوع هتحاسبي نفسك علشان تصححي أي حاجة انت غلطتي فيها، تشوفي انت قصرت في ايه وتبدأي تظبطيه الأسبوع اللي بعده وهكذا. وأكيد وارد جدا تحصلك أي انتكاسات أو كسل أو الحاجات اللي بتحصل خلال الأيام دي، وده وارد جدا، لأن الحياة مش على طول ماشية صح ومش على طول كاملة. لازما أكيد هيحصل معاكي أي دروبات. حياتنا عاملة زي خط القلب كده، شوية فوق وشوية تحت، شوية فوق وشوية تحت، مش مستقرة على حاجة معينة. ودي سنة الحياة طبعا، مش كل حاجة حلوة دايما ولا وحشة دايما. فالفكرة ان لو حصل لك اي دروب تقدري تقومي منه بسرعة، ما تستسلميش للحاجة الصعبة او الدروب اللي حصل معاكي ده وتسكتي كده وتقولي لا انا خلاص مش هكمل او خلاص الوقت فات. لا، اللحظة اللي تجيلك فيها اي انتكاسة خلاص نقطة ومن اول السطر نبدأ تاني ونشتغل تاني ونكمل طريقنا زي ما احنا، علشان مع نهاية كل اسبوع تلاقي انتصار واضح وانجازات واضحة قدامك كده تحسسك بالفخر وكده والامتنان لربنا انه ساعدك انك تعملي الحاجات اللي انت كنت عايزة تعمليها. والوقت كان المشتتات اللي حواليك كانت بتسحبك من غير ما تحسي، والوقت كان بيتسرسم من عندك.
وعايزاكي تحتفلي بأي إنجاز بسيط انت عملتيه، كافئي نفسك، لأن جزء من المنهج ال 12 أسبوع ده الاحتفال، إنك تحتفلي بأي خطوات انت أنجزتيها. أي حاجة مهما كانت بسيطة كافئي نفسك، فرحي نفسك يعني أي حاجة، حتى لو الحاجة دي كنت هتعملي لنفسك كوباية عصير مثلا. وكل ما تنجزي أكتر كافئي نفسك أكتر بحاجة أكبر. وتعالي دلوقتي هبدأ معاكي خطة 12 أسبوع كاملة. لو انت عايزة تلتزمي على الخطة دي تمام، لو انت عندك أهداف تانية ابدأي تضيفيها خلال ال 12 أسبوع بتوعك. دلوقتي أنا هسيبلك لينك قناة التليجرام، هنزلك عليها الخطة كاملة بشكل جميل ومنظم. كل 12 أسبوع هتبدأي تعملي خطة جديدة لأهداف جديدة. وطبعا زي ما قلتلك ما تختاريش أهداف كتيرة جدا، علشان أهم حاجة الاستمرارية. هسيبلك كذا مخطط في قناة التليجرام، اختاري اللي تحبيه، ابدأي طبقي واشتغل عليه. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتخبطي لايك جميل لو استفدتي من الفيديو بتاعنا ان شاء الله، عشان نازلة حاجات جميلة جدا الفترة الجاية. مع السلامة، في حفظ الله.